السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الدرس الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس المعجزات التاريخية في القرآن. كلمة هامان المذكورة في القرآن كشفت بعض النصوص الواردة في القرآن حول مصر القديمة معلومات تاريخية كانت قد بقيت سرا لا يعلمه أحد حتى وقت قريب. وقد ظهر أن كل كلمة في القرآن قد استعملت بدقة كبيرة وحسب حكمة معينة. هامان هو أحد الأشخاص الذين ورد ذكرهم في القرآن مع فرعون، وقد ورد هذا الاسم في 6 مواضع في القرآن كأحد الأشخاص المقربين جدا من فرعون. في مقابل هذا لا يرد في الفصل الذي يتناول حياة موسى في التوراة اسم هامان، ولكن يرد هذا الاسم في القسم الأخير منها لعهد القديم على أنه كان مساعد ملك بابل الذي عاش بعد موسى بعد 1100 سنة، والذي ظلم اليهود ظلما كبيرا. هذا علما بأن البعض من غير المسلمين يدعون بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتب القرآن نقلا عن التوراة والإنجيل ومقتبسا منهما، وأنه أخطأ عند نقل بعض المواضيع من هذين الكتابين. ولكن بعد حل رموز الكتابة الهيروغليفية قبل 200 سنة تقريبا سقط هذا الادعاء تماما، إذ ظهر ورود اسم هامان في هذه الكتابات المصرية القديمة. حتى ذلك الحين لم يكن من الممكن قراءة الكتابة المصرية القديمة المكتوبة باللغة الهيروغليفية التي كانت لغة مصر القديمة، وقد دامت هذه اللغة وعاشت عدة عصور. ولكن بعد انتشار المسيحية في القرنين الثاني والثالث الميلادي وهيمنة ثقافتها فقدت مصر بجانب دينها لغتها أيضا، فقد قلت الكتابة باللغة الهيروغليفية تدريجيا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وآخر كتابة باللغة الهيروغليفية كانت في عام 394. بعد هذا التاريخ أهملت هذه اللغة تماما وطواها النسيان، ولم يبق هناك من يستطيع قراءة أو فهم الكتابات بهذه اللغة. واستمر هذا الوضع إلى ما قبل 200 سنة تقريبا. والسلام عليكم ورحمة الله.